والله بيت الوعي تأسس تقريبا من 5 سنوات وشيء. هو فكرة قديمة جدا، يعني أنا شرحتها أكثر من مرة. عندنا طاقات كويتية وعقول كبيرة جدا من أساتذة ودكاترة ومهندسين ومفكرين وتجار وأصحاب رأي وسياسيين ما شاء الله، لكن يبون يجتمعون. وكانت الفكرة مبادرة من البداية. عند التأسيس اتصلنا على الجميع، كل وافق، كل مرحب. يعني اليوم عددنا تقريبا وصلنا 300 400 يعني والله عضو في البيت الوعي. وقاعد الآن سنفتح العضوية، يعني طبعا بشروط، والكل طبعا الشعب الكويتي أكيد كله من أصحاب العقول. يعني احنا ندعو الجميع للدخول معنا في بيت الوعي الكويتي. نسميه تيار سياسي؟ ما نبي نسميه تيار سياسي بقدر ما نسميه تجمع وطني، أفضل وأحسن. والله عندنا ولله الحمد، احنا اللي نزلوا عندنا ترشحوا تقريبا أكثر من 25. اللي نجحوا في الانتخابات 14 نائب يمثلون الأمة ولله الحمد في كل الدوائر. طبعا احنا الآن عندنا لجان في بيت الوعي تقريبا 19 أو 20 لجنة في مختلف الأنشطة، من رياضية، اجتماعية، يعني زراعية. يعني كل لجنة لها أهدافها خاصة التي وضعت لها طيلة هذه السنوات، وراح تفعل هذه اللجان وفيها أعضاء، ومن ضمنهم أعضاء مجلس الأمة. يعني اللي متخصص اللي تهمه قضية مثلا الأمن الغذائي فيكون في اللجنة الزراعية والأمن الغذائي، اللي تهم الرياضة وتعديل الرياضة في عندنا اللجنة الرياضية، الإعلام، يعني كل الأنشطة اللي تهم المجتمع هي مقسمينها. وراح هذه الأنشطة راح تشتغل، يعني اللجان اللي فيها بإذن الله تعالى، وراح تقدم رؤيتها للحكومة، والتواصل حيكون مباشر مع رئيس الوزراء والوزراء الموجودين. والله احنا في بيت الوعي ما عندنا تصادم ولا إثارة شارع. احنا نبي الهدوء والتعاون مع الحكومة، بين المجلس والحكومة، حتى يستمر مجلس الأمة في مدته، حتى يكون هناك عطاء وإنجاز. ما نبي الحل كل مرة، يعني تعرفون كل ما يطوف 6 شهور سنة إلا عندنا مجلس منحل. ما نبي تأزيم، ولا نبي نواب تأزيم، ولا نوابنا نواب تأزيم أصلا. نبي تعاون مع الحكومة، وكذلك نبي الحكومة تبدي يعني حسن التعاون. بالأخير يهمنا رفاهية الشعب الكويتي، هذه أحد أهداف بيت الوعي الكويتي، أن نقدم أفكار تريح الشعب الكويتي. فلوس الكويت كثيرة جدا ولله الحمد، والخير زايد وفايض، فالكويتيين حق فيه، لكن يبقى رؤية الحكومة أو السلطة لها نظرة في هذه المواضيع، وهي إن شاء الله بإذن الله أنا أعتقد على يد أحمد العبد الله إن شاء الله سوف تفرج أمور كثيرة جدا، وتحقق إن شاء الله آمال الشعب الكويتي بإذن الله تعالى.